المغاربة مرحبا بكم. عبد اللطيف وهبي وزير العدل باغي يستقل من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية ما تشهده الساحة أو ما يشهده الحزب. الصورة ديالو اللي تدمرت باعتقاد أحد أبرز القياديين ديالو سي سعيد النصيري وعبد النبي البعيوي. حلقة اليوم غنوقف عند بشكل اساسي عند واحد مستشاره في محكمه النقد. هزت التليفون واتصلت بواحد القضاة عندهم واحد الملف ديال شي دراري مشدودين. من بين هاد الدراري المشدودين كاين ولد الخدامه ديالها، فاثير النقاش بانها تدخلت ما تدخلش ما كيهمش، المهم خدات البراءه. والحكم والتعليل اللي دار المجلس على السلطه القضائيه يستحق نوقفوا عليه اليوم لاهميته. ثم غنوقف عند واحد نائب وكيل العام داير كسيده بشي طوموبيل ما فيها حتى ورقه، لا لاسورانس لا فيزيت لا حتى حاجه. ومنين حصل المهم غيشارك في التزوير ديال الوثائق، يخرجوا لها وثائق. شحال يحكم عليه المجلس الاعلى السلطه القضائيه؟ غادي يتوقف واحد الشهرين. هذه مهمه بزاف 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 هذه القضيه ديال هذا القرار ديال المجلس على السلطه القضائيه. ثم غنوقفوا عند السي الحموشي اللي دار ترقيه لعدد من رجال الامن في هذه السنه، مهمه جدا ضروري الاشاره لها. ثم فين وصل نساء ورجال التعليم، معركه كسر العظام مع وزاره التربيه الوطنيه. ما كنسمعوش شي واحد يضلل المغاربه ولا يضحك على المغاربه. السي عبد اللطيف وهبي تفتقت عبقريته على حيله اكل الظهر عليها وشارب. كان كيديرها واحد الوزير دابا راه مريض، ما غنجبدوش لانه مريض اخلاقيا ما تسمحش ليا، كان كيديرها وداروها بزاف عباد الله. الزعيم اللي صورته كتمشي وشعبيته كتمشي وكيحصل في القنت كيقدم استقالته، ورفضت القاعده الاستقاله والقاعده متشبته بالزعيم. السي عبد اللطيف وهبي كيروج دابا بانه بغى يقدم استقالته من الامانه العامه على خلفيه تاكل صوره الحزب بفعل شبهه المخدرات التي تلاحق قياديين ديالو سعيد النصيري وعبد النبي بعيوي. فالسي عبد اللطيف وهبي كيدير الفيدونج دابا، دار الفيدونج السياسي، استقاله ما عجبوش هادشي، لا وتشبثوا به بانه راه مابغاش يستقل. عارفك باغي تستقل، الاستقاله الحقيقيه ماشي من الامانه العامه. سير قدم استقالتك لرئيس الحكومه، خرج من الحكومه، خرج من الوزاره، وهكا كتقتضي الاصول، هكذا تقتضي الاصول. انا عندي واحد وجهه نظر، هذه شخصيه صحفيه بقناعه نقولها. شتي بقاء عبد اللطيف وهبي وزير للعدل، بقاء عبد اللطيف وزير للعدل في خضم ولا في هذه الظروف ديال اليوم ديال جوج القياديين كبار كانوا صحابه، كان محامي ديالهم، بقاء وزير العدل اخطر من التهمه اللي كتلاحق بعوي وكتلاحق سعيد النصيري. هذه وجهه نظري انا. بقاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي اهانه للمملكه المغربيه، إساءة بالغة للمملكة المغربية، تلطيخ لصورة المملكة المغربية، تشويه صورة المملكة. هذه قناعة بالله ما كتحكي ماشي خلفية نفسية ولا شي حاجة، بمنتهى. وأي عاقل تعيط له تقول له عندك واحد السيد كان محامي ديال واحد الناس متورطين في المخدرات لسنين وشاركوا في الحملة الانتخابية وتلاقاو والفلوس دارت بيناتهم وجلسوا وتورطوا ويقودوا قطاع العدل اليوم والناس كيتحاكموا. إهانة للمملكة المغربية وإساءة للمملكة المغربية، وعطشي واحد الضربة لصورة المملكة المغربية فابور مجانا. والحال كيقتضي ماشي دير بلاغ وتحطها، لكن مع كامل الأسف ما عندناش السلطة وما عندنا جهدنا هو هذه الكلمة نوصلوها. كيعطيني كذلك شرعية هذا الحديث وأننا اليوم أمام فوهة البركان. اليوم أمام القضاء ملف ثقيل جدا فيه ناس رفيعي المستوى. أحدهم كان يرأس نادي عريق، نادي الوداد البيضاوي، والثاني يرأس جهة مهمة، الجهة الشرقية، عبد النبي بعوي، متابعين بالمخدرات. ملف كبير جدا. طبعا الألسن كتهضر بزاف، كاين إشاعات بحال مثلا كاين البعض ديال اليوم وانا ما كيعجبنيش هادشي اللي كنقول ماشي في صالحنا نزكيو هاد الاشاعات. مثلا انا ان هاد الملف هذا حركته جون افريك، واحد تيقول لك لا راه السفاره الامريكيه وشي حوايج خرجوا برا، واحد اخر تيقول داخل، الله اعلم. ما ندخلش انا في هذه التفاصيل. المهم ان هذا الملف بين يدي السلطات ديال بلادنا والامور غاده دابا الحدود. حنا مراقبين، حنا فرحانين، ما ندخلوش في التفاصيل شكون اللي حرك هذا الملف وخلفياته، ولكن كنقول انتبهوا. فاحنا في خضم هذا الشيء كنقول خاص الاعمال القضائيه تكون عارفه هذه الحوايج.
نقطة أخرى كتعطيني الشرعية ديال هذا القول كذلك والنقاش مع القضاة. شنو هي؟ أنتم السادة القضاة عندما نحن كتعتقدوا بأننا أوقعنا أنفسنا تحت القانون الجنائي أو المدني كتعاقبونا مزيان. واحد النهار جينا عندكم القضاة وانت السي عبد النبوي قلتي بالحرف السي المهداوي الله يفرج عليه كنتي متابعني انني مشدود وكذا، حنا قبلنا، حنا ملي نديروا شي حاجه مرحبا كنتعاقب. اذا حتى نتوما حنا ما نطلبوا لكمش داك الشيء، حاشا ما نقولكمش، ولكن نتوما حنا لا قبلنا الحبس نتوما قبلوا غير النقاش. شو الفرق بيننا وبيناتكم؟ حنا قابلين للحبس سيدي، نتوما مواطنين ما عرفتش من درجه، حنا غير مواطنين بساط. ربما انت كيعجبكم هذا، حنا نقبلوا الحبس ونتشردوا على اولادنا على شي حاجه ما درناهاش. حنا نتوما خديتوا قرارات، خليونا نحطوكم تحت عرفتي باش كنكونوا يتسع صدركم شي شويه. شوفوا حنا خاطرنا شحال واسع. ثم حاجه اخرى وهو انه احنا عندنا في الدستور الفصل السادس جميع المغاربه متساوون امام القانون. جميع، مشرع ما قالش الا المجلس على السلطه القضائيه، كل شيء يتناقش. الانتباه ديالنا واثارت تستحق النقاش. واحد الوكيل عام او نائب وكيل عام سايق طانوبيله بلا ورق، ما عنده لاسورانس، ما عنده طانوبيل ما دايزه في لافيزيت، ما مخلصه ربما، المهم ما عندهاش الورق، ودار حادثه واذى شي واحد وتجرح ولا شنو. فشي ناس يزوروا شي ورق، الطانوبيل خصها يتزور الورق، يتزوروا اوراق ولا لاسورانس. هذوك الناس خداو الحبس مزيان. شحال خدا القاضي من هذا المجلس؟ هذا النائب وكيل عام عنده المشاركه في التزوير، في تزوير وثائق اداريه تصدرها اداره عامه واستعمالها والجروح غير العمديه وانعدام التامين وعدم اخضاع مركبه للمراقبه التقنيه. كما ادانت محكمه الاستئناف ومشاركيه من اجل المشاركه في تزييف شهاده تصدرها الاداره العامه واستعمالها وصنع عن علم شهاده تتضمن وقائع غير صحيحه واستعمالها، وتم اصدار عقوبات سالبه للحريه في حقهم، وذلك من اجل الافعال نفسها موضوع هذا القرار التاديبي. وحيث ان قيام القاضي المتابع في الافعال المشار اليها اعلاه يتنافى القيم القضائيه ويشكل تصرفا وسلوكا يمس بصفات الوقار والكرامه والنزاهه، وخطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديب أعمال النصل. وحيث اعتبار للمسار المهتة وحيث قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل لمدة شهرين مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد نائب الوكيل العام الملك لدى المحكمة. دابا هذا السيد درنا له الإقصاء واحد الشهرين. شنو هو داير جريمته؟ شارك في تزوير وثائق. شكون هو؟ نائب وكيل العام. هذا كيبقى السلطة التقديرية ديال المجلس. أنا ما غاديش عندي واحد التساؤل، انا فين عندي الملاحظه؟ هو بعض القضاة اللي كيتعزلوا مساكن، واحد دار غير تصويره شي قاضي شي وقت في طنجه مصور بالتصويره ما لقاش فيه كذب ولا بغى يقول الماك تم مسكين الاحاله ديالو ما عرف شنو خداو معاه. هذا القاضي الاخر ديال العيون دار تدوينات، وهذا القاضي ديال العيون سميتو بقالي، هذا الاستاذ البقالي وعباد الله المخابرات المغربيه كتشهد بانه رجل زوين وغزال ونظيف وكذا، وكيشهدوا له كاع الناس مع عمر خدام مزيان نظيف. المخابرات المغربيه قالت لهم يا المغاربه يا الشعب المغربي يا اللي باغي القاضي، عندك هذا القاضي زوين وغزال، حنا عندنا مشكل مع القاضي كنقلبوا عليه زوين وغزال، حرمونا منه على تدوينه قلقت الرئيس. شوف دابا المغرب كيتسلف من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي، التنميه، الملك، اين الثروه؟ الخطب الملكيه كتسول على الفلوس فين كتمشي، الطبقه السياسيه فيها الشقيقه، المغاربه كيغوتوا، المغاربه صاعرين، ها اللي كيحرق ها اللي وهذا الشيء كله شنو حلو؟ خص قضاء، حيت القاضي هو اللي غيبت لنا في الشفاره والنزاعات والبيوي والناصيري. وملي كيجي قاضي زويون كدير له كتقطع له راسه علاش تدوينات. وقاضي اخر شارك في التزوير، علاش داير زور شارك في التزوير عطيتيه شهرين. كيفاش دابا انا غنطمئن لهاد الحركه القضائيه اللي كاين مؤخرا؟ راه نيت حركه محاربه الفساد ملي كنلقى هادشي. علاش ديك المره تساءلت واش هاد الحركه القضائيه اللي كاين هاد الايام هذا فاسد؟ واش هي حركه نابعه من يعني جات في اطار ديمقراطي نيت وانا كنحييهم عليها، او لا جات نتيجه شي ضغوط ما، او لا جات لان هاد الملف ديال بيوي وديال الناصري ميمكنش عاب بوحدهم، بقاو خص ملفات اخرى معاهم باش يدخلوا وسط الملفات وتبان بانهم راهو جاوا في اطار. ومن حقي نسول، كانوا الناس كيسولوا كما قلت في القران في الايه قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الانسان كيهضر مع الله عز وجل. واحد الفكره للمسؤولين القضائيين في المغرب، خصكم تعرفوا واحد القضيه امنوا بها الساده القضاة. شي النقاش اللي كندير معكم دابا انا كصحافي راكم مستافدين منه نتوما والدوله المغربيه والمملكه المغربيه. نقاش كيبان كاين جو صحي النقاش،
وما نعرفش بعدين تقلقهم. لا 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 لا، عادي نناقش في المغرب، ربما في الجزائر ما كاينش هذا النقاش في دول اخرى، حنا كنناقشوا الى حين يخرج العقيبه معكم على خير. دابا انا كان اتساءل، هذا قاضي دار تدوينه عزلتيه، قاضي عزلتيه على تدوينه دري، وعرفتي درتي له ولا كونتيه في المعهد وصرفتي عليه المال العام وكونتيه واحد النهار كتب تدوينات درتي له، عرفتي اش درتي له؟ ولا راه ماشي عطيتيه شهر شهرين عام يوقف، لا شي عقوبات مرمدو ورجع. وهذا انا اللي راسي كيضر لي، هذا الوكيل العام راه كياخذ قرارات في الاعدام، راه في الاعدام، راه القاضي جنائي جنايات، هذا شارك في التزوير غتعطيه ملف فيه الاعدام. دابا غدا طاح شي واحد في تصور الاعدام، اما يدير له هوك اما هوك، ممكن يكون كيستنطق. دابا هذا القاضي هذا يؤتمن على اعمال الشرطه القضائيه من غير اطلاق، ماشي كنقص منه، يوقع الغلط ويمكن غير كنناقش الفعل مع الفعل. واحد القاضي دار تدوينه كيعبر على ارائه باغي القضاء يزيان، هذا مسكين هذا القاضي البقالي تصور اش داروا له، عرفتي بو سير موت، سير بيع جافيل. كان معهم قاضي كيلبس الخضار حتى هو السيد القاضي محسوب علينا. واحد النهار عرفتي كيديروا الكولا وما كيعرفوش فين كيصيفطوه. ما عمرك القضاة ما عمركم تعزلوهم بعدك، وكان نقول لكم هذه واحد بالعكس. قاضي راه ولي كيتجرح راه ما كيتصرفش، راه كيبقى ديما في حسن الحظ. حنا هاد المغاربه فيهم الوطنيين وفيهم والله العلي العظيم شي حاجه في المغاربه، واخا كياكل عصا، واخا شوفوا دابا كاع المغاربه حتى اللي برا، واخا تلقاه كتحس به ما تيتفكش مع المغرب، كان عنده مشكل مع المسؤولين، ولكن هكا فين حنا لداخل شي حاجه ديالنا بلادنا. دابا هاناكم المغاربه عرفتي شنو هي التزوير؟ عرفتي قاضي جنائي تيحكم في الجنايه، ماشي تيحكم، تيستنطق في الجنايات، كيستنطق يصيفطك اعدام ولا يصيفطك هذا عنده مشاركه في التزوير د الوثائق، صايق بلا لاسورانس، صايق بلا كذا، صايق وكتعطيه شهرين موقوف. شحال قالوا له؟ شهرين، غير شهرين عقوبه الاقصاء المؤقت في العمل. ولكن قاضي اخر تدوينه كتعطيه كتعزلوا مره. شنو هو التوجه دابا حنا كمغاربه؟ كيفاش التوجه القاضي التدوينه ما رحمكش فيها 3 سنين 4 سنين. واحد شارك في تزوير الوثائق، عرفتي شنو هو؟ ضلل العداله، صنع معطيات غير حقيقيه، عرفتي تلعب بالاداره القضائيه، تلعب بالاداره، تلاعب عقله لكي يفكر. دابا غدا هذا منعس، دابا غدا حنا بعد المره كنقولوا دابا لا جا شي واحد وقال ما كنتيقش ما حضرش، يقولوا تحقير مقرر، تحقير، اهانه موظف عمومي. هو اقرا. اذا هذه المره انتم كسلطه قضائيه تفهموا الناس، ما بقاو يشكوا، ماشي حتى كيطيح. هو دابا بعد ديك المره كيقول لي السي حكيم الوردي الوكيل العام في المحاكمه ديالي، سي المهداوي ما عندكش الحق، خصنا نتيقوا بالبوليس ديالنا، تيق. تيقول لي ما تكذبهمش. تنقول له السي فلان، هذه الجلسه اللي انا فيها، هذه الهيئه، كنقول له السي الطلفي شحال البوليسي كيدوز عندك مزور، كيفاش ما نتيقش على طريقه الترافع كي داير المغربي؟ تيق. تيقول لي ما تشكش في البوليس. ايوا قلت له اذا من تما ديوني العكاشه، جيبني هنا ملي غنتيقوا. ياك البوليس اللي جاب هذه المكالمات وعالم من مصادر ان هذا الرقم يستعمله فلان وفلان وفلان، ايوا ديريكت العد السعيدي والبوشبتي الله يذكرهم بخير. انا هنا غندخل الحبس مادام جبت السعيدي، هذا اول مدير الدوله عندنا، السعيدي والبوشبتي الله يذكر. ياك مدراء ياك دوزنا معهم الحبس، والله العظيم الا كنحتفظوا لهم بذكرى طيبه، وكاين شي ما اكثر من هذه. علاش؟ بعدا كانت واحد المعامله من داك السعيدي مسكين ما نساش الله يذكره بخير هذاك السيد، ولا كان شي واحد عنده معاه شي حاجه بيناتو، كنهضر على انا ونشطاء الريف. ومادام حنا في راس العام والله الا خصني ما نبقاوش نعاودوا على الحوايج الخايبه. مساكن في راس العام كانت واحد ماشي مع عدد من والله العلي العظيم الا كان المدير كيجي في راس العام وكيدور على زعما على السجناء ودار علينا وكانت واحد المعامله بجوجهم مساكن حتى المدير الثالث. كانت هذه المعامله عند براس العام، كان واحد واخا كنا مقهورين داروا معنا واحد يجي عندك بنادم براس العام يقول لك سنه سعيده او كذا، واحد النوع من علاش جبتهم لكم دابا في نظر؟ علاش درت الحموشي ورايا؟ علاش دابا جبت البوشبتي وتفكرت هذا المدير، وتفكرت موظفي السجون، وتفكرت كنشوف انا هذه البلاد فيها اشياء جميله وفيها اشياء كتقلق. دابا شوفوا هذا الخبر، شوفوا ترقيه ازيد من 7000 موظف امني لاكبر درجه صغيره ومتوسطه. دابا الحموشي شحال رقى؟ 7000 موظف، وبرافو ليه. عندك ما تسول في الحموشي تما، هذه قطاع ديالو تيخدم، تيضغط على الحكومه، كيضغط على وزير الميزانيه ولا كيضغط على وزير الداخليه، شغلو هذاك. المهم البيرسونال ديالو خصو يكون انا عندي سؤال، هاد التامك دابا مادام جبت البوشبتي وجبت السعيدي، كل مره
كنسمعوا زيادات في البوليس، ترقيات البوليس، هذه مرت البوليسي ماتت وارمله راجل هذا. علاش علاش الموظفين السجون ب 4000 درهم بس؟ علاش ما كاينش هاد الترقيات في ادارات؟ واش هادو شي موظفين الدوله ولا شنو هاد المصيبه؟ تعرفوا خوتي المغاربه دابا حنا عندنا صوره ماشي دابا مدير الحبس كتسمعوا مدير السجن على السميه مدير الحبس، شحال عنده مسكين المدير تقعدوا واحد 12000 درهم ولا 10000 درهم تقعدوا 12000 وعد البرلماني كيتوشي 4 المليون عباد الله في الاخر كيلقاوه كيخرج لك المخدرات وكيخرج لك وكيبيض الاموال وجالس كيدير السخط المسخط ما كيشرع ما والو. مدير الحبس ناعس في 5 الصباح في 4 انا شاهد عيان 4 ديال الصباح 4 ولا 3 ونص بالضبط كيبان لي المدير فقش مع كات الله يجمع كيبان لي المدير كيجري ورا رئيس المعقل الجري والخلع مالو قال لك راه فيصل شعل العافيه يلاه. اذا هذا المدير ناعس مع 4 ومعاه شحال مع 4 خصو يفيق طاح 4 ديال الحشيش ولا نص كيلو د الحشيش في اي بلاصه خص المدير ينتقل 5 الصباح 3. شكون هو هذا البرلماني اللي كيفيق في 4 ولا هاد المسؤولين اللي كيفيقوا في 4 و 3؟ مدير الحبس خصو يفيق مع 4 ويا ويلو مدير الحبس يطفي التليفون ولا رئيس المعقل ما تطفيش التليفون لان عندك حبس عندك بشر حشيش من وعاد. مدير الحبس واكثر المؤسسات اكثر الناس كيتنقلوا ها هو جا القنيطره كيقري وليداته ومرته مستقر جا فاكس هز حوايجك هبط الحبس مول البرقي. هذوك ولادو اللي بحال تصاحبوا مع الاولاد في المدرسه وبحال بداو كيستقروا اجتماعيا مساكن خاصك تديهم في نص العام لشي مدرسه اخرى ويتلاقاو صحاب اخرين واساتذه اخرين هذه وشحال كتعطيه هذا المدير وهذا سميتو مدير سجن ورئيس معقل وهاد الموظفين دابا 4000 درهم 8000 درهم هاد الموظفين ديال الحبس. انا دابا هاد السيد تامك دابا ملي كنتي يعني اسمح لي السيد تامك كنتي كتحيي على السجناء الزفزافي والبلاغات وب 20 علاش ما كتحيحش على القجع وعلى اخنوش في هادشي الميزانيه تزيدوا لكم موظف؟ كي كتشعر دابا انت ملي كتشوف البوليس كل مره الترقيه علاش انت علاش ما كاينش ترقيات وسط الموظفين؟ ما كنسمع ما كاينش حتى اخبار في هادشي كل مره الترقيه ديال البوليس علاش؟